السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. واليوم عندنا وصفة جديدة وفيديو جديد، ويلا نبدي مع بعض. عندي هنا كيلو يقطين، وكيلو جزر، وكيلو شلغم، وكيلو قرنابيط. وبالنسبة للثوم تقريبا راس ثوم، وبهارات العنبة كوب كامل مع نص كوب ونص. فلفل هنا حسب الرغبة، يعني شقد ما انتوا تردون تخلون. ملح ملعقة، نشا ملعقة كبيرة، وملح ملعقة كبيرة، وملح الليمون ملعقة كبيرة. هنا راح نبدي نقطع اليقطين. هنا أنا عندي الخال دبة كاملة مع 3 أكواب. هنا أنا نبدي نقطع اليقطين. نستخرج النوى اللي داخله وننظفه. بالتالي نقشرها. هذا المتواجد داخل البطل لازم نشيله كله. هنا نقشرها. التقطيع حسب الرغبة، تردون تقطعونها مكعبات صغار، تردون يعني حسب الرغبة، شرائح باللي يعجبكم انتم. أي شي تردون تضيفونه إلى للعنبة، هذا الشي راجع لكم. بس أي شي يعني داخله، يعني شلون البذور ما يصير. عندكم الأشياء القوية مثلا القرنابيط، الجزر، الشلغم، الطرح، الطعروز، اللهانة، كله يصير. بس الخيار ما يصير. تردون تضيفون زيتون، باللي يعجبكم انتم. بس الأشياء القوية، لأن الخيار راح يخربها. هذا كله نشيله. تردون تقطعونها أنعم أو أكبر، هذا يعني حسب الرغبة، ما راح يأثر على الوصفة. وهنا أنا خلصت الكمية مالت اليقطين. نبدي بالجزر، نقطع الجزر. هنا أنا نقشره، وبالتالي نقطعه هم حسب الرغبة اللي يعجبكم انتم شلون تردون تقطعونه. أنا قطعته بهذا الشكل.
هنا أنا أبدي بالشلغم، كذلك هم أقشره وحسب اللي يعجبكم تخصصونه. هنا أنا القرنبيط محضرته مسبقا، وهنا أنا الفلفل قلت لكم حسب الرغبة اللي انتوا تخلون كثير أو قليل حسب الرغبة. أنا قطعته حلقات. وهنا أنا راح أبدي أبرش الثوم. عندكم الثوم هم حسب الرغبة، تردون تكثرون تردون تقللون حسب الرغبة باللي يعجبكم. ضفت الثوم مع الفلفل لأنهن اثنيناتهم بالنهاية راح يدخلن على العنبر. هنا أنا راح نروح نبدي نطبخ العنبة. هنا أنا أنزل دبة الخال مع 3 أكواب تقريبا، وأخلي الملح عليهم ملعقة ملح كبيرة. انتظر هنا حد ما يسخن. من هذا الخليط اللي أنا خليته يسخن آخذ من عنده على قد قياس كوب ونص أو كوبين، وأخلي عليهم العنبة اللي حضرتها مسبقا، العنبة مع اللمندوزي مع النشا. هنا أنا خليت النشا واللمندوزي أو ملح الليمون ضفتهم، وأخلي بهارات العنبة وأتركهم على جنب. بالنهاية أخليهم على الخضروات. هنا أنا خلطتهم وأتركهم على جنب، راح تثخن عندي. كملت هالخلطة مالت العنبة وراح أتركها على جنب. هنا أنا سخن عندي، يعني قبل لا يفور بقليل، قبل لا يغلي أو يفور، أنزل الجزر واليقطين مع بعض. أتركهم هنا تقريبا 4 دقائق لحد ما قبل لا يستوون بقليل. أنزل القرنبيط والشلغم فوقاهن، أشوفه قريب إن يستوي أنزل، لأن القرنبيط والشلغم بسرعة يستوون مو مثل الجزر واليقطين. هنا أنا أنزلهم. إذا تردون تخلون طرح نفس الشي قصصوه خلوه ويا الخضروات. هنا أنا خليتهم وأنتظر 3 دقائق لحد ما تستوي مرة ثانية اللي قرنبيط والشلغم. وهنا أنا كملت 3 دقائق استوون الخضروات كلهن مع بعض. راح نخلي هنا بهارات العنبة اللي سويناها مسبقا.
راح ننزل البهارات اللي سويناها. انتبهوا من شغلة، لا تخلونها تتكتل، خلطوها جيد. هنا أنا هم راح أتركهم تقريبا 3 دقائق، أظل أخلط بيها لحد ما تثخن عندي. أخلطها أشوف إني ماكو تكتلات. هنا أنا مثل ما موضح بالشاشة ثخنت عندي. راح أنزل الثوم والفلفل بالنهاية وأخلطهم. هنا أنا ثخنت عندي. هنا أنا خلصت عندي وراح أتركها يوم كامل حتى تختمر، يعني تثخن. يوم كامل أتركها، أخليها بالقدر مالتها لحد ما تبرد، مثلا من الليل للصباح تلقونها صايرة يعني كلش حلوة وثخينة. وهنا أنا من بعد يوم القوام مالتها صار هذا. كلش طيبة ورائحة كلش طيبة، وأنصحكم تجربونها. وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسونا باللايك والدعم والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.